خلي بالك ان كل اولياء الامور هتلاقيهم كانوا في البدايه بيبقوا كده، هو خايف على ابنه، منتظر من ابنه ان هو يبقى في دراسته كذا، يبقى يوصل لكذا، عايزه مثلا بيتمنى ان هو يبقى دكتور، يبقى مهندس، يبقى محاسب، يبقى حاجه زي كده. وكان زمان ما كانش الكوره ما كانتش بتجيب يعني. احنا كنا بنسمع ان في لعيبه من زمان كانوا بيصرفوا على الكوره، مش الكوره ما بتدخل لهمش فلوس. طبعا غير دلوقتي الكوره بقت كلها فلوس. من وجهة نظرك الكورة مجرد لعبة ولا أكتر من كده؟ دلوقتي لا، ما بقتش لعبه. اشمعنى؟ عشان طب أنت ليه جاوبت السؤال ده وبناء على الكورة في مصر ولا الكورة بره؟ في كل مكان دلوقتي. طب ليه؟ لان دلوقتي شايف ان دلوقتي بقى في اولاد كتير جدا كلهم دلوقتي هم حابين الكوره، لان الكوره دلوقتي بقت ممكن تبقى بالنسبه له حياه، بتبقى بالنسبه له مورد رزق، لا بقت حاجه تانية غير زمان. الكوره دلوقتي بتجيب، زمان ما كانش بتجيب، زمان ده كانت بتصرف عليها، لكن دلوقتي لا، بتجيب فلوس، بتجيب. انت بتسمع اهو 100 مليون و150 مليون ونص مليار ومش عارف. عمرك ما كنا نسمع ارقام زي دي يعني.